انت عارف الحكم بيقول ايه؟ ده قال كلام خطير جدا. امم قال ان المحكمه الاداريه العليا لو قبلت الطعن اللي في المحكمه الدستوريه العليا ده ملوش قيمه. الكلام ده جابه منين؟ اتعلمه فين؟ يا استاذه رانيا انا اشك انه استاذ قانون. الحكم ليه شقين. الشق الاول وقت الانتخابات، ده اللي مطلوب عليه. الشق الثاني بعض المواد اللي في قانون الانتخابات او المشروع السياسيه تم احاطه المحكمه الدستوريه العليا، ولا يجرؤ مخلوق يرجع الحكم الطعن دوت من المحكمه الدستوريه العليا. لا يجرؤ مخلوق. المحكمه الاداريه العليا تنظر، كانت النهارده او يوم الاحد التاجيل، بتنظر في الشق المستعجل اللي بيتكلم عن وقت الانتخابات. تمام. ولا علاقه لا على ان المحكمه اول درجه ودت للدستوريه العليا ولا تقدر تلغي هذا القرار. لان اصبح انا مش فاهم قانون ايه؟ بطيخ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيعلم الطلبه ايه؟ انا مش فاهم جامعه ايه هو اصلا. يعني النهارده تغيير الحكم اللي بيتحدث عن امرين، الامر الاول بصفه مستعجله وقت تنفيذ الانتخابات، وقت تنفيذ اجراء الانتخابات اللي كان هيبدا الاجراء بتاعته يوم السبت اللي فات. ده المطعون عليه. الجزء الثاني بعد ما المواد اللي هي عدم رفعت المحكمه اللي غير دستوريه وعادتها المحكمه الدستوريه العليا لترى اذا كانت دستوريه من عدمه. فالمحكمه ولا المحكمه الاداريه العليا ولا اي محكمه ولا الدكتور مرسي يقدر يرجع تاني المواد اللي راحت علشان تنظر زي ما بيقول لك، يقول لك خلاص يقول لك يا دي المحكمه الدستوريه العليا. ايه الكلام ده؟ وبعدين كل ما يتكلم يقول لك ايه النقطه بقى اللي هو النظام بتاعهم اللي يقول لك ايه انت مش مداني فرصتي خليني اكمل شغل الارهاب ده. يعني مش فاهم يعني ايه يا دكتور بطيخ اللي انت بتقوله ده؟ انت بتخاطب ناس برضه بيفهموا في القانون وانت عارف اللي معاك على الخط الثاني. انت تعلم ان الحكم له جزئين. الجزء الثاني بقول لك الجزء الاولاني وقت تنفيذ اللي هي اجراء الانتخابات اللي كانت فتح باب الترشيح السبت اللي فات، ده المسؤول عليه. اللي طاعنين بيقولوا لا احنا عايزين الانتخابات تتم. تمام؟ الجزء الثاني المحكمه ارتأت ان بعض المواد القانون المباشر الحقوق السياسيه العك اللي هم عاملينه اللي هو بتاع مجلس النواب دون، ارتأت المحكمه ان في بعض المواد لم يتم تصحيحها زي ما المحكمه الدستوريه العليا قالت، فبعدها المحكمه الدستوريه العليا تقول لها المواد دي مطابقه للدستور ولا مش مطابقه للدستور؟ لا يقدر البني ادم لا بطيخ ولا شمام ولا التلميذ الازرق يقدر يرجع الورق تاني للمحكمه الدستوريه العليا وهياخد مجراه طبيعي ايا كان بقى الحكم اللي هيطلع من المحكمه الاداريه العليا بخصوص الشق بتاع ايه؟ الانتخاب. ويمكن المحكمه الاداريه العليا تشرف الحكم اللي طالع في الانتخابات قبل الانتخابات وتيجي المحكمه بعد كده والطعن عندها تقول لك لا المواد غير دستوريه، يبقى تلاقي مجلس النواب تاني. ايه الحكي ده؟ وكل ما يتكلم زي ما انت شايفه كده اديني فرصتي. طيب بس خلاص هو دكتور رمضان بطيخ اكد لينا معلومه انه مجلس الشورى هو اللي طلب من هيئه قضايا الدوله ان هي ترفع او تنقض هذا الحكم، لكنه نفى انه يكون بعلم الرئاسه، يعني ما يشترطش او يعني مش شرط انه الرئاسه تكون يعني عارفه او هي اللي طالبه. هل تعتقد بهذا الكلام ولا فعلا لازم تكون؟ ولا اصدق حرف فيه بسبب بسيط جدا. لما يكون في قضيه بهذه الاهميه بتتحدث عن انتخابات مجلس النواب بعد الدستور، ما اعتقدش ولا سبب الدكتور مرسي في غيبوبه. لا ده لازم يتعمل. طب اقول لك حاجه، طب لما طلع الحكم مش مستشار رئيس جمهوريه تاني ثانيه قال يا جماعه احنا مش هنفعل. ده معناه ان هو شاف الحكم مش كده؟ لما يجي يتهم بقى على الحكم مش هياخدوا رايه؟ الله، لا ده كلام عبثي والله العظيم. طيب. يقول لك نحن نعيش الان المجتمع العبثي. طب عايزه اقول لحضرتك في بيان رئاسه الجمهوريه مطلعاه دلوقتي، عايزه اقول لحضرتك بعض مقتطفات منه برضه عشان اسمع تعليقك. تؤكد رئاسه الجمهوريه احترامها الكامل لحكم محكمه القضاء الاداري في الدعوه رقم كذا والمتعلق بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على انها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدور، وهو ما ترتب عليه ايقاف اللجنه العليا للانتخابات لجميع الاجراءات وارجاء العمليه الانتخابيه. وفيما ارجاء العمليه الانتخابيه يعني هي تقريبا في كل بقى البيان بتؤكد على فكره ان هي يعني ملتزمه بالحكم وعلى